وصفتنا لليوم بامية خضرا من دون قلي. طريقة ناجحة وطيبة كتير، بتمنى عم يحضرني من أول مرة يشترك بالقناة ويفعل الجرس حتى يوصلكم كل شي جديد. وهلأ قبل ما أبدي رح فرجيكم على النتيجة. هلأ خلينا نروح نبدي بالمقادير. بيلزمنا بامية خضرا كيلو 200 جرام. هاي البامية أنا عندي إياها متلجة. دايما بعملها من دون قلي. وعندي هون لحمة مقطعة كمان نصف كيلو. هلا انتو فيكن تحطوا اكتر، فيكن تحطوا اقل، بشي بيرجع لإلكن. وتوم عندي راس ونص قطع فرمتهم، وكزبرة تقريبا شو ضمي، وكمان بندورة حطيت شي 4 حبات بندورة قطعتهم. هلا خلينا نروح نبدي بالتطبيق. بنزل شوية زيت، وبنزل اللحمة اول شي حتى تستوي. هلا بنزل معلقة وسط 7 بهارات، ربع المعلقة شوي قرفة، بس لأن ريحة اللحمة بتعطي ريحة حلوة وطعمة طيبة بالأكل. هلأ بوطي النار على نار هادية وبغطيهم وبتركهم حتى يستووا تقريبا ربع ساعة أو 10 دقايق حسب نوع اللحمة. هلأ تركتها يعني 10 دقايق، عندي اللحمة طرية. هلأ بنزل الكزبرة والثوم، ونتركهم نحركهم مع اللحمة، ونتركهم تقريبا 10 دقايق حتى تدبل عنا وتستوي شوي الكزبر والثوم. هلأ بنزل البامية ومنحركهم ومنقليهم مع بعضهم، بنتركها للبامية تنقلى مع الكزبرة واللحمة والثوم تقريبا شي 10 دقايق. بس قليتهم منيح بنزل هلأ البندورة. بحط 3 معالق كبار من الصلصة. هلا بنحركهم مع بعضهم منيح. هلأ بنزل عليهم المي. هلأ لازم تكونوا المي غمرتهم، بنحركهم شوي بنشوف إذا بدهم مي بنرجع بنزيدهم مي، لأن هلأ البيمة بس تغلي بتاخد مي كمان، تشرب مي، لازم يكون غمرتهم المي. شوفوا زوم الصلصة كيف صار، بدي إياه بهالشكل. هلا بحط 1.5 معلقة ملح. وما عدني بقلكم الملح حسب الرغبة، إذا حدا عنده ضغط في يخفف الملح. هلا خليتهم ليغلوا، بغطيهم وبتركهم على نار هادية لحتى يستووا. هلا بنبدي بالرز. بنزل شوية زيت، كوب شعرية. هلا الشعرية ما بدنا نتركها وقت طويل، بدنا نضلنا حدها كرمال دغري بتحمر. هلا بلشت الشعرية تاخد لون ذهبي. هلا في ناس بتحب هذا اللون، انا بحب اللون الذهبي الغامق شوي. هلا بكتفي بهذا اللون. هلا بنزل الرز، انا غاسله الرز وحطيته حداه، حطيت 2.5 كوب من الرز. هلا لازم نقلي الرز منيح مع الشعريه كرمال يطلع عنا الرز منيح وتطلع كل حبه لحال، لازم نقليه منيح، نقليه شي دقيقتين 3. هلا بنزل المي، انا نزلت مي مغليه، بامكانكم تحطوا مي ساقعه.
هلأ ما عيّرت المي أنا بالكوباية لإنه كل رز بيشرب مي شكل، فأنا عندي هيدا الرز ما بيشرب مي كتير هيدا النوع، فباغمره شوي بالمي ما بكتّر، هلأ بس وطّي النار دغري بيشرب المي. هلأ بوطّي النار على نار هادية وشوفوا دغري هلأ بيشرب المي، شايف كيف هلأ وطّيته المي صارت عندي كتير قليلة. هلأ حنزّل عليه الملح، معلقة ونُص من الملح، بإمكانكم أنتم تحطّوا أقل ملح، الملح حسب الرغبة بضلني إلكن، يعني دايمًا بيكتبوا لي على التعليقات إنه ملّحت الأكلة، فأنا باحب الملح كتير، بإمكانكم تحطّوا معلقة أنتم. هلأ بنزّل معلقة كبيرة من الزبدة، بتعطينا نكهة طيبة بالرز وبيطلع الرز غير شكل بالزبدة كمان. وهيدي فيكن تستغنوا عنها، هي اختياري معلقة الزبدة. هلأ منغطي الرز وأنا وطّيت النار الغاز إذا كان كهربا على 2 وبخلّيهم تقريبًا 10 دقايق ما باحرّكن، بعد 10 دقايق باحرّكن هلأ حركة، وآخر مرحلة هلأ منغطّيهن ومنحط الغاز على الواحد، ومنترك الرز تقريبًا ربع ساعة حتى يتنبّت، وإن كان الغاز على بيشعة كهربا بنتركه على الآخر يعني بدنا ننتبه له أحسن ما يلزق. هلأ بعد ما بده ربع ساعة تنبت عندي الرز، شوفوا الرز كيف طلع كل حبة لحال. بدكن الرز يطلع معكم بهالشكل، بدنا نقليه منيح مع الشعرية، وإذا الرز ما بيشرب مي كتير بنحطه بس غمرته وما بنغطيه لحتى نلاقي المي نشفت عليه وصارت المي قليلة مثل ما شفتوني عملت، بنغطيه وبيطلع معنا ناجح وبتطلع معنا الرز بهالشكل كل حبة لحال، يعني قادرين نحن نسيطر على الرز لو كانت نوعيته ما منيحة. بعد ما خلص عندي الرز وهو بسخن بجيب كاسة بعبيها وبلبدها بهالشكل، وخاصة إن كان جاي لعنا ضيوف وبدنا نرتب السفرة بيطلع منظر الصحن كتير حلو. بعد ما نخلصها ونعبيها ونحطها تقريبا شي 5 دقايق حتى تكمش على بعضها. هلأ بغطي الرز وبحطه على جنب وبشوف البامية كيف صارت عنا استوت، شوفوا كيف طالعة معي غير شكل، عن جد بتشهي وقد ما قلكن طيبة راح تصدقوني، وبتمنى تجربوها وتعطوني رأيكن وناطرة تعليقاتكن، وما تنسوني من اللايك وأكيد حتى تشجعوني. هلأ منجيب الكيس اللي سكبناها منطبها بهالصحن ومنسكب البامية حتى. وبقلكن ألف صحة وهنا، وبتمنى عم يحضرني من أول مرة يشترك بالقناة ويفعل الجرس حتى يوصلكم كل شي جديد.